السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا بخصوص تربية الحمام البلدي وأهم مميزاته وعيوب الحمام البلدي. هشرح لك كل حاجة بالتفصيل، وهقول لك في الحمام ده منه كام نوع. الحمام البلدي في منه أنواع، يعني مش حمام بلدي بس، لا، البلدي ده في منه كذا نوع. هقول لك كل حاجة بتخص الحمام البلدي عشان تعرف ان انت تفرخه بشكل كويس، وعشان انت لو عايز تعمله مشروع تعرف ان انت هتبدأ ازاي وتقدر تكسب من الحمام البلدي. ولكن قبل ما اقول لك مميزاته واقول لك عيوبه، الحمام البلدي فيه منه 3 انواع. اول نوع في منه الحمام البلدي الاصيل، وفي منه الحمام البلدي الهجين، وفي منه الحمام البلدي التلتينات. فانا في بداية مشروع، انا هبدأ مشروع، فلازم ان انا اجيب حمامه اعرف ان انا افرخها. يعني ايه ان انا اعرف ان انا افرخها؟ يعني تجيب لي حمامه بتجيب لي زغاليل حجمها كبير، وده المهم في تربيه الحمام البلدي، لان زي ما انتم عارفين ان تربيه الحمام البلدي ده موجوده للبروتين. يعني مفيش حد بيربي حمام بلدي للزينه او للسباق او ان هو شكله حلو، لا، في ناس، معظم المربيين بتربي الحمام البلدي للبروتين، وان هي تستغله كبروتين، ان هي تقدر تبيع الحمام ده باسعار كويسه. فهنا بنصحك ان انت تشتري الحمام البلدي التلتينات. هعرفه ازاي؟ بتلاقي الحمامه هي اسمها تلتينات ليه؟ عشان حجمها كبير. فانت لو بتشتري حمام بلدي برضو تشتري حمام حجمه كبير، ولو بتشتريه شغال تشتريه من حد معرفه، ما تشتروش من السوق. تمام كده؟ طيب، الحمام البلدي الاصيل اعرفه منين؟ اعرف الحمام البلدي الاصيل من الزغاليل بتاعته. بتبقى الزغاليل بتاعته بتبقى نفس الشكل بتاع الاهالي، وبتبقى حجمها صغير، ما بيبقاش حجمها كبير. الحمام البلدي الهجين بيبقى طبعا بيبقى هجين ما بين الانواع التانية، بيبقى برضه معروف من الزغاليل بتاعته. بتلاقي مثلا الحمام جزء ابيض، بتلاقي بيجيب لك زغاليل حمراء، بيجيب لك زغاليل سمراء، جزء ذكر ابيض وذكر اسمر، بيجيب لك زغاليل مش عارف ايه. فبتعرفه من الزغاليل بتاعته. طيب، خلينا بقى نقول المميزات الحمامه ديت، وازاي ان انا اقدر ان انا اربيها عشان ان انا استفيد منها. اول ميزه في مميزات الحمامه ديت ان انا ممكن اربيها في اي مكان، لان طبعا الحمامه ديت مناعتها عاليه جدا. فممكن اربيها في العشه، ممكن اربيها في البلكونه، تحت بير السلم، ممكن ان انا اربي الحمامه دي في اي مكان. ممكن احط لها صفيحه تبيض فيها، ممكن احط لها كرتونه تبيض فيها. لو حطيت لها اي حاجه، الحمامه ديت طبعا بتربى في اي مكان. وديت ميزه في الحمام البلدي، مش زي الحمام الزينه لازم ان انا اجيب له سلكات، ولازم ان انا اهتم بيه وبمناعته والقصه ديت. لا، الحمام البلدي ربيها في اي مكان، ما عندكش اي مشكله. ودي اول ميزه في تربيه الحمام البلدي. الميزه الثانيه في الحمام البلدي ان هو سريع في الانتاج. يعني انت لو عندك حمام الزينه بيجيب 7 عشوش في السنه، لا، البلدي ممكن يوصل 9 عشوش و10 عشوش كمان، لان في حمام فيه بيلحم العش، وحمام منتج ما شاء الله تعالى عليه. فالحمام البلدي من اهم مميزاته ان هو سريع في الانتاج. وبقول لك لو انت هتجيب بلدي تلتينات فبرضه سريع في الانتاج، وكمان زغلله حجمها كويس. فمهم ان انت تبدا صح. الحاجه الثالثه ان الحمامه ديت مناعتها عاليه جدا، تستحمل الصيف، تستحمل الشتاء، تستحمل تقلب المناخ. الحمامه ديت زي ما قلت لك، من حلاوه مناعتها ان هي ممكن تكون حامله المرض، وطبعا ما انت ما بتحسش بيها. ولكن فيها عيب هنا، لو انت بتربيها وسط حمام تاني فهي ممكن تعدي الحمام التاني اللي بتبقى مناعته ضعيفه شويه زي حمام الزينه. طيب، الحاجه الرابعه، الميزه الرابعه في الحمام البلدي ان هو حنين جدا في التحضير. والحمامه برضو دي تنفع كتحضير لاي انواع حمام تاني. يعني انت لو بتربي عندك حمام جوز مثلا جايبه 500 600 جنيه، جوز جايبه ب 1000 جنيه، وعايز تحضن منه، فالحمامه البلدي من مميزاتها برضو ان هي بتحضن كويس جدا وحنينه جدا في التاكيل. وطبعا من كتر حنيتها فبتلاقي ان الزغاليل بتاعتها بتبقى حجمها كويس، ومش بتسيب البيض بسهوله زي بقيه الحمام عندك من حنيه الحمامه دي. طيب، طبعا اهم مميزات برضو الحمامه ديت ان هي ممكن تاكل زيادات الاكل من منزل. يعني انت لو مش هتقدر تجيب كلفه، لو مش هتقدر ان انت تصرف على الحمامه دي بشكل كويس، فلو انت عندك زيادات اكل من المنزل، لان احنا قلنا الحمامه ديت مناعتها عاليه، لو عندك زيادات اكل من منزل، ولكن برضو بشروط، ما يكونش اكل حامض، ما يكونش اكل طبعا عليه طبيخ وحاجات زي كده،
تكون حمضانه، يعني لو اكل لسه صابح مفيش مشكله، يعني لو اكل لسه جاهز كويس اكله له، زيادات اكل عندي اكله له، ما عندكش اي مشكله. ودي ميزه برضو من مميزات الحمام البلدي ان انا بربيه. طبعا الميزه اللي بعد كده ان الحمام البلدي ده ممكن ان انا بربيه سايب، ودي اهم ميزه فيه. مش هخاف عليه طبعا ان هو يطلع ما يرجعش، لان الجوز كله اصلا يعني ب 100 جنيه، او ممكن في اقل من كده في بعض الاماكن. ان انا لما بربيه سايب هو طبعا بجيب رزقه من بره، وكمان ان انا ما اصرفش عليه كتير. وفي ناس، اعرف ناس اصحاب ابراج ما بتاكلش الحمام اصلا، يعني انا اعرف ناس اصحاب ابراج، ولكن الابراج ديت موجوده في الاراضي الزراعيه ما بتاكلوش الا في وقت المطره، لان المطره طبعا بتمحي الحبوب من على الارض نهائي. فهم معتمدين ان الحمام ده بيروح الحقول والمزارع، وطبعا بياكل من الطبيعه. في ناس بتعمل كده زيه زي الحمام البري، ودي ميزه برضو في تربيه الحمام البلدي السايب. طيب سريعا بقى نقول عيوب الحمامه دي عشان ان احنا نتجنب العيوب دي. طبعا زي ما قلنا ان الحمامه دي مناعتها عاليه وممكن تكون حامله امراض، ولو انت بتربيها وسط حمام تاني فهي ممكن تعدي الحمام التاني دي، وما بيبقاش المرض ده ظاهر عليها. وكمان ان هي طبعا ان الحمامه دي برضو ممكن ان هي لو انت بتربيها وسط طيور، دي من مميزاتها برضو مش من عيوبها. لو بتربيها وسط طيور تانية دي تنفع ان انت تربيها عادي، ما عندكش اي مشكله. من عيوب بقى الحمامه دي لو انت حابس الحمامه دي، ليه؟ لان زي ما قلنا ان الحمام المحبوس بيصرف عندك كتير، وكمان ان الحمام البلدي بياكل زيه زي الجوز ابو الف. يعني انا لو حابس الحمام ده، وطبعا حابس معاه مثلا جوز مراسلة ولا جوز همر ولا جوز نفاخ، فهتلاقيه بياكل زيه زي الحمام التاني. وطبعا دي من عيوبه ان هو بياكل كتير. فبنصحك هنا لو انت هتربي حمام بلدي فبلاش تربيه محبوس، لان الحمام البلدي المحبوس بتلاقي عنده مشاكل في التخصيب. الذكر ما بيعرفش يخصب، لان من طبيعه الحمام لما الذكر بيطلع يخصب على النتايه، فمعظم الذكوره بتضرب الحمام ده. وكمان مش هينفع ان انا اربيه في سلاكه، ابقى شاري سلاكه مثلا ب 1000 جنيه واحط فيها حمام بلدي. ودي من عيوبه ان انا ممكن لو بربي حمام بلدي محبوس فهيتاثر عندي طبعا في الانتاج. طيب سريعا بقى كده هقول لك على حاجه مهمه جدا عشان ان انت تقدر تفرخ الحمام البلدي ده بشكل كويس لو انت بتربيه محبوس. اول حاجه هتوفر له التحديق، ولازم ان انت توفر له التحديق. تاني حاجه ان انت هتوفر له العش ده طبعا سهل جدا، شويه قش وتحط له العش وهو هيعشش لوحده، مفيش اي مشكله. تالت حاجه ان انت لازم تديله جرعه ديدان كل 3 شهور. الحاجه اللي بعد كده ان انت تديله جرعه كالسيوم، والكالسيوم مهم جدا واتكلمنا عليه كتير في فيديوهات قبل كده. كالسيوم مهم جدا لصحه الحمام، كان حمام بلدي، حمام زينه، حمام غزار، اي نوع حمام لازم ان انا اوفر له الكالسيوم. مهم الكالسيوم الطبيعي اللي هو التحديق. هتلاقي عندك الحمام ان شاء الله تعالى بصحه كويسه وتقدر تفرخ الحمام البلدي. الحمام البلدي يا شباب النهارده جوز الزغلول بتاعته ب 100 جنيه، يعني تقدر ان انت تكسب منه لو انت فكرت شويه في المشروع او انت عندك خبره، لان الموضوع ده لازما خبره. بتمنى يا شباب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده. ان شاء الله تعالى هنكمل في فيديوهات قابله ان شاء الله عن تربيه حمام بلدي. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.